اياك ثم اياك ثم اياك الرجاله تسمع مني الكلام ده وتعمل بيه. لو مراتك بينك وبينها مشاكل، اوعى تدمها في شرفها. اوعى ترفع دعوة انكار نسب للعيال، او تقول ان هي بتخونك او بتزني او اي حاجة عشان تفضحها، عشان خاطر تستغل الفضيحة فيقوموا يخلصوك وتطلع من الموضوع بأقل الخسائر. انت هتخلص، بس عيالك هيعيشوا في عار. النهاردة كان معايا حد موكلة واكتشفت ان جوزها رفع عليها قضايا لعيالها اللي هي متجوزاه بقالها 15 سنة، عيالها اللي عندهم 13 و14 و9، وبيطعن في نسبهم وبيقول ان هي خاينة وحركات وحكايات غريبة. بعد ما كان هيموت ويرجعها فجأة قلب. طب ليه؟ مين نصحه؟ نصيحة تودي في داهية. خدوا بالكوا، لان الطريق ده اصلا مش هيكسب الرجالة حاجة. كده كده الدعاوى دي كلها بتترفض. تمام يا ابطال، وربنا يستر عليكم. سلام عليكم.